دايما بنتكلم عن الأكل الصحي والمكملات الغذائية، وبصراحة الموضوع بيلخبط ناس كتير. طول الوقت بنسمع كلام عن أهمية الفيتامينات والمعادن، بس يا ترى إيه الحكاية بالظبط ورا كل ده؟ في الشرح ده هنحاول نفك الشفرة دي مع بعض. يعني السؤال ده ممكن يبان سهل، بس الحقيقة إن السر مش بس في اللي بناكله. لأ، السر الأكبر هو إزاي العناصر دي كلها بتتفاعل وبتشتغل مع بعض جوه جسمنا. يلا بينا نتعمق في القصة دي. طيب، خطة رحلتنا هتكون 5 محطات. هنبدأ بالأساسيات خالص، وبعدين نتعرف على عائلات العناصر دي ونركز على أهم اللعيبة فيهم، ونشوف إزاي بيشتغلوا مع بعض أو ضد بعض، وفي الآخر نوصل لإزاي نحقق التوازن ده. أول وأهم حاجة لازم نستوعبها إن الفيتامينات والمعادن دي مش مجرد حاجات إضافية أو مكملات وخلاص. لأ، دي تعتبر مكونات أساسية ليها وظائف محددة جدا جوه الجسم. كل واحد فيهم عنده شغلانة معينة بيقوم بيها. علمياً بنسميهم المغذيات الدقيقة أو المايكرونيوترينز. وهنا الكلمة السحرية هي التوازن. الموضوع مش إن حاجة مفيدة يبقى ناخد منها بكميات وخلاص خالص، لأن زي ما نقصها بيضل، زيادتها كمان ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا. الجسم بقى عشان يتعامل مع كل العناصر دي بيقسمها لمجموعات، أو خلينا نقول عيلات. كل عيلة ليها طريقة تعامل مختلفة. التقسيمة دي هتساعدنا نفهم الصورة الأكبر. بالنسبة للفيتامينات في تقسيمة أساسية. في نوع بيدوب في المية وده سهل على الجسم، بياخد كفايته والباقي بيتخلص منه. النوع التاني بقى بيدوب في الدهون، وده الجسم بيخزنه. وهنا لازم ننتبه، لأن لو الكميات زادت عن حدها ممكن تتراكم وتوصل لمستويات سامة. المعادن كمان ليها تقسيمة. في معادن رئيسية الجسم بيحتاجها بكميات تعتبر كبيرة، وفي معادن نادرة الجسم بيحتاج منها فتفوتة صغيرة خالص. بس ده مش معناه أبداً إنها أقل أهمية. لأ، هي ضرورية بنفس الدرجة. طيب، كفاية كلام نظري لحد كده. خلينا بقى نمسك كام عنصر من اللعيبة التقيلة دي ونشوف قصتهم إيه بالظبط من خلال البيانات. وأول لاعب معانا واحد من أشهر وأهم المعادن اللي نعرفها: الحديد. زي ما هو واضح كده، الوظيفة الأساسية للحديد هي نقل الأكسجين في الدم. يعني من غيره الأكسجين ببساطة مش هيوصل لكل حتة في الجسم زي ما المفروض يحصل. تخيلوا أهمية الدور ده. وهنا بقى بنشوف فكرة التوازن بشكل عملي جدا. نقص الحديد بيعمل أنيميا وتعب وإرهاق، وفي نفس الوقت لو زاد عن حده ممكن يسبب غثيان ومشاكل في الهضم. يعني لا كده نافع ولا كده نافع، لازم الجرعة تكون مظبوطة بالملي. اللاعب التاني اللي معانا هو الكالسيوم، وده مهم قوي، مش بس لوحده، لأ، الأهم هو علاقته بباقي العناصر اللي حواليه. وطبعا كلنا حافظين إن وظيفته الأساسية هي صحة العظام والأسنان، وطبعا أشهر مصادره هي الحليب ومنتجات الألبان، بس كمان موجود في حاجات زي السبانخ واللوز. ودلوقتي نيجي لأكتر جزء ممتع ومهم في القصة كلها، إن العناصر دي مش كيانات منعزلة كل واحد شغال لوحده. لأ، هم عاملين زي فريق كورة، في بينهم تناغم وتعاون، وفي كمان منافسة وخناقات على الكورة اللي هي الامتصاص في الجسم. نبدأ بالجانب الحلو اللي هو فرق العمل والتحالفات. في عناصر كده لما بيتقابلوا مع بعض بيساعدوا بعض، وكل واحد فيهم بيزود فايدة التاني. وده يمكن أشهر ثنائي في عالم التغذية. فيتامين سي بيساعد الجسم إنه يمتص الحديد بشكل خرافي، وبالذات الحديد اللي جاي من مصادر نباتية. يعني كوباية عصير برتقان مع طبق عدس أو سبانخ، ده بيفرق جدا في نسبة الحديد اللي الجسم هيستفيد بيها فعلا. وده مثال تاني قوي جدا للتعاون. فيتامين د دوره أساسي عشان الجسم أصلاً يعرف يمتص الكالسيوم. من غير فيتامين د الكافي، معظم الكالسيوم اللي بناكله ده ممكن يعدي على الجسم مرور الكرام من غير أي استفادة حقيقية. بس زي ما في أصدقاء في كمان أعداء، أو خلينا نقول منافسين. في عناصر بتتسابق على نفس المستقبلات في الجسم، وواحد منهم ممكن يمنع التاني من إنه يتم امتصاصه. وهنا بقى المفاجأة الكبيرة، البطلين بتوعنا الحديد والكالسيوم طلعوا منافسين شراسين. لو اتاخدوا مع بعض في نفس الوجبة، الكالسيوم بيقلل جدا من قدرة الجسم على امتصاص الحديد، وده يورينا إن الحكاية معقدة أكتر بكتير من اللي ممكن نتخيله. طيب، بعد كل الكلام ده، إيه الخلاصة؟ إزاي الواحد يقدر يوصل للصورة الكاملة دي ويطبقها في أكله اليومي عشان يحقق التوازن المطلوب؟ ممكن نلخص القصة كلها في 4 نقط. أولاً، كل عنصر له وظيفة خاصة ومهمة. تانياً، التوازن هو كلمة السر، لا نقص ولا زيادة. تالتاً، العناصر دي مش جزر منعزلة،
بتتفاعل مع بعضها، يا إما كفريق أو كمنافسين. ورابعاً، ودي أهم نقطة يمكن، إن إزاي وإمتى بناكل العناصر دي ممكن يكون أهم من العناصر نفسها. وفي الآخر السؤال اللي مفروض كلنا نسأله لنفسنا، هل الأكل اللي بناكله ده مجرد تجميعة عناصر محطوطة جنب بعضها وخلاص؟ ولا هو فعلا فريق متكامل ومتناغم كل لاعب فيه بيساعد التاني عشان نوصل لأفضل صحة ممكنة؟ التفكير في الأكل بالمنطق ده فعلا ممكن يغير كل حاجة.